إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بيضايقني قوي في مزارع الفراخ لما يكون عندي لوحة بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لأصحابها، جايبها بشيء وشويات، لوحة هتعمل شغل مكاني أنا كبني آدم، ومع ذلك ما استعملهاش. عامل زي اللي جايب تليفون مش عارف بكم ألف وبيستعملوا للمكالمات فقط. يا عم ده فيه اوبشنات كتير. لا انا ما اعرفش، انا جايب تليفون منظره. فهل انا جايب اللوحه ديت منظره؟ لا مش جايبها منظره. طيب ايه الاوبشنات اللي فيها اللي ممكن تريحني خالص؟ صاحب العنبر ده مشكورا. عارفين انتوا الجماعه الموديل القديم اللي هو نطلع وننزل مع الحرام يعني. طيب فالعبد الفقير الى الله متواجد النهارده معاه في العنبر، فقلنا بسم الله الرحمن الرحيم. انت يا عم بتبرد ازاي ولا بتعمل ازاي ولا بتشغل التبريد امتى؟ انا بقعد في العنبر والله بلاقي الحراره طلعت بروح مشغل التبريد شويه، طب بشغله لما تنزل الحراره واروح قايم. طب انت سيبنا على العنبر نص ساعه ساعه واتنين العنبر شاط منك. طب وليه؟ انا عندي حاجه اسمها ايه؟ تبريد اوتوماتيك. طيب اظبطه ازاي يا عم الباشمهندس؟ ايوه، اولا مبدئيا نتفق على حاجه. بعد 14 يوم ببطل التهويه العرضيه او الشغل بتاع الايرلت. ببطل التهويه العرضيه والشغل بتاع الايه؟ الايرلت. تمام؟ يعني ده خلاص، ده انا كده ايه؟ قفلت اهو، قفلته على الايرلت اهو. انا كده قفلته على الاخر اصلا، بس على الايه؟ على الاخر كده مش موجود معايا. طيب ابدا اخد تهويتي منين يا شباب؟ اخد تهويتي من الصدر بس. طيب احنا بدانا الصبح فاتحين اللي فوق بس، مش فاتحين ده. طيب شويه ورحنا موسعين اللي فوق شويه. احنا بدانا اللي فوق نص الفتحه دي، شويه رحنا موسعين الفتحه اللي فوق، شويه رحنا عاملين الفتحه دي كده اهو، شويه رحنا موسعينها كده. يعني شغال اهو تدريج جميل. وصلنا الساعه 10 كده، شكرا. احنا مش عايزين نحرك حاجه تاني، شويه كده وهنوسع لتحت. تعال بقى نتكلم على اللوحه. طيب انا في العمر الفلاني عايز اللوحه تشتغل. الاول سمعوني الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام وبسم الله ما شاء الله. انا عايز اللوحه في العمر ده اهو تشتغل، تجيب لي مثلا لحد 27 ونص، تجيب لي مثلا لحد 27 ونص تحت ولحد 30 فوق. طب دي نظبطها ازاي يا باشمهندس؟ ركزوا معايا بقى وتعلموا برمجه زي ما قال. اتعلموا ايه؟ برمجه هتعمل معايا فلوس كتير. المهم، طب دي هعملها ازاي يا باشمهندس؟ حضرتك قلت لي شغل بالنهار 4 شفاطات. حلو قوي. طيب والشفاطين دول بروح ظابطهم، الشفاطين ده هم في نص العنبر، ما هو دول على الجناب ودول على الجناب. طيب الشفاطين اللي في النص بالنهار بظبطهم على الاوتوماتيك، وباجي هنا، ركزوا معايا يا شباب، باجي هنا في الفنت بتاعتي بقول له 4 ديت انا طالب التبريد 30، يبقى اطلب 4 و3 هم كمان ايه؟ اخرج بس خرجت. بطلب التبريد 30 مثلا، ان التبريد يخش عند 30 هترفع معايا ل 30 و1 من 10 وهتنزل لحد 28. مش مزعلاني، فرق درجتين ما يزعلونيش. طيب المروحتين دول اللي هو 3 و4 اهم، دول بنشغلهم من على الاوتوماتيك، بيخشوا عند 30 زيهم زي مين؟ زي التبريد. يعني لو رجعت ورا كده هلاقي المراوح كلها شغاله، وعليك يا ملاح هلاقي المراوح كلها ايه؟ شغاله. ال6 مراوح بتوعي اهم اللي هم بالاصفر، تمام؟ والتبريد اللي هو النور الاخضر ده اهو، لو انتوا شايفين يا شباب من عندكم، عند حاره كام؟ 30، رفعت ل 30 و2. طيب هاجي عند التبريد هنا هلاقي التبريد عندي كله في العنبر ده اهو بيتبل بالكامل في 70 ثانيه. احنا حسبناها، كل عنبر له ايه؟ احداثيات. طيب جميل جدا. يبقى انا بظبط المروحتين دول، انا بنتكلم بالنسبه للعنبر ده ان هم هيشتغلوا عند 30 في العمر ده اهو، مع المين؟ مع التبريد اللي هو الاخضر. طب حلو قوي.
انا عامل الريلي بتاعي 1/10، وصل 29.9، الاخضر بطل اللي هو التبريد تاني. 29.9 الاخضر بطل. الكلام ده خد مني قد ايه؟ 70 ثانيه. هوب المروحتين كمان ايه؟ يخرجوا. اصبح انا رجعت لايه؟ للاربع مراوح بتوعي. طيب ايه حكايه ان انا بدخل المروحتين دول مع تاني، بدخل المروحتين دول مع التبريد؟ حلو قوي. المفروض ان التبريد قبل ما يشتغل كان بيبقى ناشف، لو بصينا كده هنلاقيه ايه؟ اتبل. بيتبل في 70 ثانيه. خلال ال 70 ثانيه دول الحراره وصلت ل 30 و2، مش مزعلاني. هتنزل لحد 28، مش مزعلاني. طيب هي بتشتغل قد ايه؟ على الحراره احنا حسبناها، لقينا 70 ثانيه يكون العنبر التبريد بتاعه. حسبناها لقينا التبريد بتاعي بيشتغل في الوقت ده اهو 70 ثانيه ويبطل 17 دقيقه. طبعا لما اخش في وسط النهار، لان انا ظبطه على الحراره، هو هيظبط نفسه لوحده ان هو هيشتغل 70 ثانيه، ومثلا بعد شويه يبطل 14 دقيقه بس، شويه يبطل 10 دقائق، شويه يبطل 6 دقائق، 7 دقائق، شويه يبطل 6 دقائق. يعني هو بيمشي مع الجو اللي بره. كل ما الجو بره يحرر، كل ما الورق بتاعي يبدا ينشف اسرع، وبالتالي يشتغل تاني. يخش معاه المروحتين. المروحتين يعملوا ايه؟ يسحبوا لي الحراره ديت بسرعه. يسحبوا لي الحراره دي ايه؟ بسرعه. تمام. سمعوني الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب شويه كده وابدا كمان افتح الايه؟ الدور الثالث تحت في ال في ال في الشبابيك دي. الشبابيك دي عشان ما تبقاش تقيله عليا، فانا عاملها يا دوبك كنار من بره. يا دوبك اعملها كنار من بره. حديد بقى، تعمله خشب تعمله براحتك، وعليه حته الستاره الصغيره دي. تمام. طيب كده انا هشتغل اوتوماتيك وانا اعصابي هاديه. اشتغل اوتوماتيك وانا اعصابي ايه؟ هادي. عشان اخش مكانك. كده انا اشتغل اوتوماتيك وانا اعصابي هاديه. دي مهمه جدا في مزارع الدواجن. طيب كمان موضوع الشكاره دوت. انا عملت ايه؟ انا قلبت بردك موضوع الشكاره مهم جدا في صدر العنبر، عشان اخلي الهواء ما يخشش مباشر على الفرخ، يخش من الشارع من عندي. تمام. دي حاجه. تاني حاجه، لما حضراتكم تروحوا تاسسوا عنبر زي كده او مزرعه زي كده او بطاريات زي كده، خلي اللي بيقولوا على ايه، اللي يعمل لك الترولي زي دوت يزود بس حته الحاجه الصغيره ديت اللي احنا زودناها في المزرعه هنا. تمام. عشان تديني تطويله بحيث ان الراجل يقدر يقف فين؟ رجلي هنا ورجلي هنا، ويقدر يتحرك على الترولي. تمام. طيب كمان نقطه مهمه، جوده البطاريات، نوعيه البطاريات. عايز اقول ايه؟ السيستم مهم. ان انا مش اي حاجه. يعني مثلا العنبر ده هرمي لان ارتفاعه واطي وبتاع قصه كده، فانا اعتمد على التكنولوجيا او اعتمد على التطوير في فراخي، في عنابري، في مزارعي. في شويه تكات بسيطه كده يا شباب مهمه جدا. ازاي استعمل اللوحه، ازاي اشتغل شغل على مستوى. لان انا دخلت مزارع كتير جدا بيبقى فيها تكات صغيره كده، بس للاسف المربي مش عاملها، او اللي مؤسس لك العنبر متخيل ان البطاريه عباره عن قفص حديد وجواه شويه فراخ وخلاص على كده. لا، الموضوع مش كده خالص. موضوع مش كده خالص.
هنيجي عند موضوع التدفئه. يمكن احنا ملاحظين المعلومه اللي قلناها قبل كده، ان باخد مصدر الهواء بتاعي من بره من خلال الماسوره البيضاء اللي تحت ديت. عشان اعدي بس. لحظه عشان اعدي يا شباب. لو انتم ملاحظين الماسوره البيضاء ديت كده مستلم منها ماسوره سمراء، بحيث ان هي جايبه لي مصدر الهواء منين؟ من بره. يبقى الهواء اللي انا هحرقه في الفرن ده اهو جايبه منين؟ من بره. ما احرقش اكسجين داخلي، يبقى الاكسجين اللي انا احرقه منين؟ من بره. ادي نمره واحد. نمره اثنين، ثاني اكسيد الكربون بقى الناتج عن الاحتراق ونواتج الاحتراق ووجع القلب ده كله يطلع لي فين؟ في المدخنه ديت بره. يبقى انا بحرق هواء من بره وبطلع الهواء الوحش بره، زي ما يكون واحد بيتنفس بس بيتنفس بره. غير كده يبقى كانك بتتنفس لجوه، عمال تاخد شهيق وزفير داخلي. برضك من ضمن الحاجات المهمه، عشان لما ان شاء الله تيجي تجهز العنبر وتغسل، البيارات ديت مهمه. البيارات اللي هو البيارات زي الموزه، بيارات الصرف دي مهمه. كمان ما تعتمدش على ما تعتمدش على الحساسات او على درجه الحراره في العنبر، لا اعتمد على الفرخ نفسه. اخباركم إيه يا شباب؟ بلاقي واحد مستقنيص كده ومزاجه حلو. مفيش نهجان، مفيش تجمعات. كمان التوسيع بدري. يعني احنا النهارده عمر 19 يوم، وسعنا امبارح، جبنا الدور الثالث كمان معانا. استنوا ما اطلع لكم على الترولي. انا طولي 170 سم، بس لما اطلع على الترولي هقدر اشوف كل حاجه، لان برضك الحته الحاليه دي تفرق معايا مع الترولي. ان دلوقتي وانا ماشي كده مش شايف حاجه من الدور الثالث، لكن لما اعمل كده بسم الله. لما اعمل كده يا شباب بقيت موجود فين؟ في الدور الثالث فوق. يعني دلوقتي يعتبر عينيا في الثالث اهي، مع العلم ان انا قصير مش طويل يعني. طبعا انا بتحرك بالترولي. الترولي اهو، انا بتحرك بالترولي اهو. انا طبعا عشان ماسك التليفون بايد ودي بايد، بس بقدر اتحرك بالترولي ايه. معلش تقريبا انا ضغطت على الصوت وانا بتكلم، او ضغطت على الزرار بتاع الصوت. اشتغل بفكر جيد. آه، اشتغل بتكنيك عالي. اتعلم للفرخ ان انت ازاي توصل الفرخ للمرحله ان هو يبقى قاعد ايه. لا الصوت، انا رجعت الصوت تاني يا شباب والله. آه، اشتغل بفكر ان انت تشتغل على الفرخ نفسه. سمعوني الصلاه على النبي كده عليه الصلاه والسلام.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سمعوني كده بسم الله ما شاء الله. اللهم زد وبارك، اللهم زد وبارك، اللهم زد وبارك، اللهم زد وبارك. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول الله. طبعا انا خلال الاسبوع اللي فات دوت كنت مختفي عنكم، يعني تفاصيل شغلي من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه تفاصيل شغلي من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه يعني بحاول ابعد عن المناقشات والجدال العقيم بتاع الاسعار وطالعه ونازله. احنا ما نشغلش بالنا انا بالنسبه لي انا راجل فني، ما اشغلش بالي بالاسعار، دي حرب لا طائل منها. انت اشتغل على انك بفضل من الله تعالى تطلع فرخ كويس، ان شاء الله ربنا يكرمك. لكن المناقشات بقى والجدال واللي عشان كده بمنتهى الصراحه كنت مبتعد عن الساحه الاعلاميه في الفتره اللي فاتت. سمعوني كده الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. كنت مبتعد عن الساحه الاعلاميه في الفتره اللي فاتت، لان انا مش بتاع خناقات وخلافات وكده. المفروض التبريد يشتغل طالما المروحتين دول هتشتغلوا زي ما احنا قلنا بره كده. وعايز اشوف اكبر عدد مشاركات للفيديو دوت عشان غيرك يستفيد، وعشان تشجعوني ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر 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 واكتر. لكن انا واحد من الناس بامانه لما بلاقي الناس مش عايزه فيديوهات تعليميه، عايزه بقى الفيديوهات بتاع الثوريين الفيسبوكيين اللي فلان بيشتم في فلان وفلان بيشتم في فلان. يعني انا بقيت الاقي بعض الصفحات اللي هوايتها في الحياه او شغلتها الشتيمه في هذا وذاك، هي دي اللي عليها متابعات بقى وعليها. انا مش عايز الكلام ده خالص، انا عايز اللي يتعلم بس. عشان كده رساله لكل متابعين الصفحات الوهميه او الصفحات الشتائميه او الصفحات اللي مهمتها في الحياه تشتم وخلاص. انا عملت لهم حظر من عندي. يعني الجماعه اللي هم بيتابعوا بعض الصفحات اللي مهمتها الشتيمه، او اللي باقي مهمته الشتيمه، والله يخرب بيت مش عارف مين، والله يخرب بيت مش عارف مين، دول انا اعمل لهم حظر من عندي. عشان كده لو تلاحظوا هتلاقي الصفحه اتعمل حظر في خلال الاسبوع اللي فات لوحده حوالي 1000 حوالي 1000 1500 واحد. لو لاحظنا الحساس الجميل دوت هنلاقي ان اعلى درجه حراره وصلنا لها 29 واحد، اقل درجه حراره 29 واحد، واعلى درجه حراره 29 و9، والرطوبه عندي النسبيه 50%. قبل ما اقفل الفيديو رجاء اكبر عدد لايكات، اكبر عدد مشاركات، حاولوا توصلوا الفيديوهات لاكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.